وهنا بتيجي جمله يعني برضو بتتردد من بعض الناس: مين العاقل اللي هيوقف الدواء بتاعه من نفسه؟ دي بقى بتتقال بقى في اللحظه دي، لما تقول له مثلا الدكتور قال كذا، طب مين العاقل اللي هيوقف الدواء بتاعه من نفسه؟ لا، في ناس غلابه، في ناس عندها حسن نيه. مش هقول بقى ان هم مثلا ايه، مش يعني مش هنخطئ في حقهم او في حق تفكيرهم، ولكن هنقول ان هي ناس بسيطه لقيت حد بيقول لها انا هنقذك من المشاكل الكتيره اللي عندك اللي الطب مش عارف يعالجها، بس هتوقف الدواء بتاعك. فمش كل الناس عندها نفس العقليه بتاعتك كشخص واعي وعاقل. ان كنت انت فاهم ان انت مش هتوقف الدواء تدريجي، لا غيرك بيوقفه. ما احنا شفنا ده، شفنا المشاكل دي، شفنا ناس جايه عندها مشاكل لانها وقفت الدواء فجاه. مستشفى بالليل. فاحنا لما بنطلع نقول للناس ما توقفوش الدواء بتاعكم، مش بنهاجم النظام لمجرد الهجوم، ومش بنكذب كلام الدكتور، ومش بنكذب عقلك ايها الشخص العاقل الفاهم ان انت مش هتوقف الدواء تدريجي. اعتبر الكلام ده موجه للشخص يعني الاقل فكرا منك، الشخص الغلبان اللي ممكن يسمع فيديو ما يسمعش ال10 الباقيين. يعني واحد سمع الدكتور بيقول الانسولين قاتل، مش هياخده تاني. مش مضطر ان هو يدور في ال 100,000 فيديو اللي انتشروا للدكتور ده علشان يسمع فيديو تاني اسبورادي كده او عشوائي ان الدكتور بيقول هتوقفه تدريجي. فانت بدل ما تهاجم الدكتور وتشتم فيه وتسب فيه وانت ما تسمعش الفيديو وانت ما شفتش الدكتور قال ايه والدكتور ما قالش كده، لا، شجع الموضوع. وفعلا يا جماعه احنا حتى لو متابعين النظام ما ينفعش نوقف الدواء تدريجي غير لما نشوف النتيجه.